سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو تاع هذا اليوم، فيديو مختلف تماما ويجي على قلوب كامل المتابعين. على بالي باللي تحبوا كامل البراري وكامل تحبوا البلاد والأراضي الزراعية وهذيك المناظر الطبيعية والجميلة. اليوم قررت أنا والعائلة تاعي نخرجوا ونروحوا شوية للهواء النقي، نروحوا البلاد تاع جدي ربي يحفظه. المهم كيفاش بدات القصة، كنا أنا وأختي نايمين الصباح، جات ماما وقالت لنا إذا بغيتوا تبدلوا شوية الجو وبغيتوا تبدلوا نهاركم يفوت ممتع، مغامرات، هواء نقي، يفوت زعماك فري شباب، حنا أنا وأختي قلنا لها يعني وين؟ قالت لنا غادي نروحوا برا العربية. هذيك الفرحة ما تصوروهاش. نط أنا وأختي وسقدنا رواحنا وجدنا رواحنا وعاوننا ماما في الكوزينة. أبي روح شرا المصروف، حنا عاوناها في الصوالح هكا، وجدنا طباسة وجدنا كامل المستلزمات اللي ندوها معانا. المهم قبل ما رحنا يعني وجدنا دجاج كما قطعناه كما غتشوف في الفيديو. قطعنا الدجاج، درنا له التوابل، وجدنا تاني المغارف، الكيسان، الباني يعني عمرناه، دينا تاني هذيك الوسائل تاع الشواء كما راكم عارفين. وشدينا الطريق لمكان اللي رانا يعني متحمسين له بزاف. المهم كما راكم تشوفوا قاعدين نصوروا في الاراضي الزراعيه، شغل انا واختي كنا فرحانين بزاف كي غادي نشاركوا معكم هذا الفيديو. المهم فيديو تاع اليوم على بالي بلي غادي يعجبكم كامل، وكامل اللي يحبوا هذيك البلاد والاراضي وكاع على بالي بلي غادي غادي تستمتعوا بزاف. المهم خوتي خواتاتي، قبل ما ندخلوا في صلب الموضوع ولا في قلب الفيديو، ما تنساونيش اللي يعني مشتركين من قبل، ما تنساوش تخلوا لنا لايك وكومنتير شباب، تحمسونا تزيدونا هذيك الطاقه الايجابيه باه نزيدوا تاني نستمر معكم. واللي جدد وشافوا هذا الفيديو تاني داخل المحتوى تاعنا جدد، ما تنساوش ديروا لنا ابوني فلاشين وتبارطاجوا هذا الفيديو لمحبي الباديه، وديروا لنا لايك وكومنتير شباب كيما نتوما. ونبداو معاكم. هنا كنا وصلنا هادو الشجر تاع الزيتون، للاسف ما داروش سن الزيتون، ما على باليش كيفاش. هذا الله عز وجل وقدرة تاعه في الكون هو اللي يعني ما على باليش كيفاش نقول لكم، هو اللي يقدر على كلش. المهم السنة للاسف ما دار زيتون، رغم ان خالي تعب عليها بزاف وهو جدي. معليش. المهم هنا كنا صورنا لكم، والمنظر ما تأمنوش عقلكم، واحد البرود ديك الصبحيه، انا ما نكذبش عليكم، واحد الحماس كذبني، روحت نجري. حطنا يعني مولوطو في الاخر في الموقع تاعنا، خرجت نجري، خليتهم رافدين الصوالح ورحت نجري. المهم واحد البرود، واحد الهدوء، واحد السكينه، ما تأمنوش عقلكم، تحسوا بواحد اللي عنده ارض زراعيه ولا هكا ارض فلاحيه راه عنده نعمه كبيره. المهم هنايا هاد الشباك وهاد الباب داره جدي باش يعني ما كاش اللي يدخل، كما عارفين الحدود وكاع كل واحد وبلاده، والبلادات اللي منهيها هذوك بلادات تاع يعني الاقرباء تاعنا، كل واحد واش خلاله جدي، يعني ماشي جدي، بو جدي هكا، جد ماما واش خلاله هكا. المهم هذه اللي رانا فيها تاع جدي. هنا اول حاجه درناها فتنا الكرموس، كم عارفين الصيف والموسم تاع الكرموس ما كانش ولا شجره تلقاها هكا عامره، كامل يهجموا عليها. المهم اول حاجه رحنا للكرموس، بدينا هكا نشوفوا كش حبه ولا ندوها. هذا الصندوق تاع النحل، باسكو خالي داير واحد المشروع هكا خفيف بصح ارباحه كبيره. النحل يعني اول نقطه ديريها في البلاد تاعك هي النحل، باسكو تجيب لك الدراهم، تجيب لك الارباح، تجيب لك الخير، ما با تجيب لك الخير. المهم هنا الرومان كان عاد مازال ما طاب. كاين واحد الاشجار طابوا بصح ما طابوش غايه، كان لي مره، كان لي ضايعه، كان لي. المهم كل وحده وكيفاش. هنايا قعدنا نتمشوا شغل هكا وفرحانين بداك الهدوء، بداك المناظر الطبيعيه، الاشجار الخضراء، وتشوفوا داك الماء اللي راه يفوت، ما تامنوش عقلكم، بارد بارد بارد، كي تشربيه كامل ما تشبعيش منه. المهم هنايا راني نصور لكم وفرحانه كي راني نشارك معكم هذا الفيديو. نتمنى التعب تاع المونتاج ما يفوتليش هكا، نتمنى التعب تاع التصوير تاني ما يفوتليش هكا. المهم انت ما تبخليش علينا بلايك، وحنا ما نبخلوش عليك بالفائده والمتعه في هذا الفيديو. المهم هنا رانا نتمشوا ونقلبوا هكا في الاشجار، نقلبوا في المناظر الطبيعيه.
سبحان الله، واحد المنظر، واحد الراحة نفسية، والله متأمني عقلك. تبقي هكا يعني في الدار اللي ساكنة فيها في فيلاج ولا مدينة، سواء أي منطقة راكي ساكنة فيها، ما تحسيش بهذاك البرود. لو كان مش عارف أنا راكي دايرة في دارك 3 تاع كليماتيزور، صافي تخرجي برا، والله غير هذاك البرود يصوت عليك متأمنيش عقلك. هذا الماء اللي تشوفيه سي بارد بارد كاع بارد، تغسلي وجهك هكا، تغسلي يديك كرعيك، وتقعدي تقارعي بداك الهبوب يصوت عليك متأمنيش عقلك. المهم اللي عندها البلاد تحس، واللي زعما راهي تروح هكا دير دوريه في البلاد تاع جدها تاع خوها هكا، تحس واش راني نهدر واش راني نقول. يعني يعجز اللسان عن الوصف. والله العلي العظيم اللي عنده بلاد عنده نعمه كبيره. ومازال الانسان غادي يولي يعني العادات القديمه، باسكو هاد الاراضي هذه لا يمكن الاستغناء عنها. سورتو في الموسم تاع الثمار كي تثمر لك، ما امبوسيبل تخرجي منها. يعني الصيف تقضيه تمك، العطله تقضيها تمك تي وليداتك، وفي الربيع ولا في دخول المدرسه راكي تروحي لبيتك تاع المدينه. وهذه هي. هنا نقلب على شي رمانه تكون طايبه، ولكن للاسف ما كانش. راهي في كل يعني شجره صندوق تاع نحل، في كل شجره صندوق تاع نحل، ما شاء الله. اللهم بارك، اللهم زده خيرا على خير. كل واحد هكا مزارع تعب في الارض تاعه، يعني ربي يعطيه الاجر، يعطيه يعني كي نقولوا حنايا الصوره اللي تبين له التعب تاعه. يعني اذا تعب راه يلقى، نقولوا حنا من زرع حصد ومن سار على الدرب وسار. المهم اللي زرع راه يلقى المحصول تاعه يعني في المستوى يلقاه جيد جدا، واللي يعني دار ارضه ما تعبش فيها ما راحش يلقى اي ثمره. يعني المهم ننصح كل مزارع يتعب في الارض تاعه باه ربي يعاونه ان شاء الله. وهذو الايامات كانت صاب النو كما راكم تشوفوا، الحيه راهي منعنعه، الحيه راهي مخضره. مام هاد البلاصه راهو كامل غادي يحيدوا لها هذوك الاشواك وكاع، ايوا يعاودوا يغرسوا فيها تاني كش حاجه هكا. هادو كامل راكم تشوفوا فيهم الاشجار تاع الرمان. واليكم الفيديو وشاهدوا براحتكم، واتمنى ان يعجبكم الفيديو ان شاء الله. لا تبخلوا علي باللايك والاشتراك، فقط اريد ان اصل الى 1000 مشترك، لاني بحاجه الى يعني دعم. واعرف بان اخوتي لن يبخلوا علي بالاشتراك ولا الضغط على اللايك. كم احب التحدث باللغه العربيه، ولكن للاسف لا باس. المهم هنايا هذا الباسان، ولا كان اللي يعرفوا لا ماشي حاسي وحده والباسان وحده. المهم هذا الباسان شوفوا راه عامر بالماء، وهذاك الماء راه بارد بارد بارد، وفيه هكا حوتات صغيرين هكا تشوفيهم يلعبوا يفوتوا كاع. ايوا هذه هي. هنا هادو الطويرات تاعنا جبناهم معانا خوفا من القطه، بس راكم عارفين ميمي قبيحه وعدوانيه، بغيناش نخلوهم، جبناهم معانا يستمتعوا، حسوا باللي راهم هكا في الطبيعه، حسوا باللي راهم حقا في حريه تامه. مهم رانا دخلنا في الموقع اللي كنا نسعاو باه نروحوا ليه، يعني تعبه كبيره باه توصلي. هاد البيوت هادو قصتهم قصه، يعني هادو بيوت قدم بزاف بزاف تاع جدودي. كل بيت وش كان يعني اختص بواش. كان لي بيت تاع النعاس، كان لي بيت هكا تاع الصاله تاع الضياف. دوك ندخلوا في لا فيديو وتشوفوا البيوت كيفاش دايرين بداخل. المهم هادو تاع جدودي بكري بكري فكروك بالذكريات. وهنايا الجو كما راكم تشوفوا، الغيوم كان جو مثالي جدا، يعني نعم الخيرات. يعني هنايا الكرموس كاين اللي طايبه وكاين اللي ماشي طايبه. ايوا بلا ما نكثر لكم الهضره، خليكم على فيديو ونخليكم تستمتعوا بالمناظر الطبيعيه. العراش تاع العنب في اكياس باه ما تدخلهمش كش حاجه هكا كيما النحل هكا ياكلهم، كيما اي حشرات. يعني ديرهم هالاكياس حفاظا عليهم. والمذاق تاعهم بعد ما قلعنا خالي هكا عراش باه نحطهم مع الفطور وكاع. شوفوا حلوين لواحد الدرجه ما تصوروهمش. ورغم انهم كانوا تحت اشعه الشمس، ولكن بعد ما غسلناهم من الماء بارد تاع الباسان، تاملوش عقلكم كيفاش كان الذوق تاعهم. المهم ما ياكلهمش النمال ولا تجيهم كاش حشره ولا. المهم المذاق تاعهم روعه، يعني حلو بزاف بزاف. ايوه هنايا رانا نتمشوا نحوسوا على اي شجره يعني مثمره هكا الفاكهه تاعها واجده طايبه باه يعني نزعوها ونحطوها في طبسي هكا ونحطوها مع الفطور. ولكن ما لقينا والو، يعني كلشي كان عاد ما عدا الكرموس اللي كان يعني كاين حبه وحبه، لا حبه طايبه وحبه خضراء. هنايا هادو اشجار تاع الليم تاع التين،
يعني كامل الاشجار تاع الفواكه موجوده في هاد البلاصه. الله يبارك، هاد الارض تحتوي على جميع الفواكه وعلى جميع الاشجار يعني، ولكن الموسم تاعها كاين اللي الموسم تاعها هذا هو، وكاين اللي مازال. المهم المنظر راه جذاب، منظر راه جميل جدا، وجو يعني في ذاك الصباح هكا المنطقة راها يعني هادئة جدا. هذه يعني شجرة تاع اللوز. اللوز يعتبر من المكسرات. هذه رمانة ولكن للأسف راهي عاد خضراء ومازال ما طابتش. وهنايا كما راكم تشوفوا الأشجار كلها يعني خالية، لا أعلم السبب. المهم رانا اقتربنا من المنطقة اللي رانا مفرشين تحتها. كما راكم تشوفوا شجرة الجوافة، شجرة تاع اللوز، شجرة تاع يعني كامل الفواكه. تبارك الله، اللهم بارك. المهم خليكم مع الفيديو. كما راكم تشوفوا رانا نلقطوا في دوك الحبات تاع النبق حلوين بزاف بزاف تحت شجرة اللي هي شجرة السدر. اللهم بارك، ما شاء الله، لقينا بزاف كاع بزاف، سورتو تحتها راهي مخبيه بزاف من هاد الحبات. المهم هنا كنا روحنا جبنا هكا قاروره ولمدنا يعني حد الان 3 قارورات، وراني انا واختي متعاونين ونلمدو في هذوك الحبات تاع النبق. وكما راكم تفرجوا في لا فيديو، هذه هي البلاد في هذا الموسم. ناقصينها يعني بزاف حوايج كما الاخر، كما هذاك الحشيش اللي يجي في الارض وكاع ماشي يعني الوقت تاعه. والجو ما نحكي لكمش عليه البنات، الجو راهو رائع جدا جدا مع هذاك الهواء النقي والبروده ما تصوروش. انا ندعي ربي لكل وحده يعني تتمنى قطعه ارض، اللهم ارزقها ان شاء الله لي ولكم يا رب. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. وأراقب الرحمن جل جلاله، وتقدست أسماؤه وتعالى، وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا. وأراقب الرحمن جل جلاله، وتقدست أسماؤه وتعالى، وأكون للوطن. وهنا يا البنات رانا شعلنا الموقد تاعنا، شعلنا النار باش نطيبوا الفطور تاعنا. وكما راكم تشوفوا ما كانش اجمل يعني من الطبق اللي يكون طايب فوق الجمر تاع النار. ذاك البنه وذاك المذاق كامل ما تنسيش، يعني بنين بزاف، رائع جدا. المهم هنايا راهي تشعل في النار، وانا راني نسقط في الصوالح منها، نغسل في الطباسه، نغسل في المغارف، نغسل هكا في المواعين اللي نحتاجوهم. وهذه عجبتني بزاف بزاف. المهم كما راكم تشوفوا النار تاعنا راهي شاعله، والعصافير تاعنا راهم في يعني في اجواء رائعه جدا. حسين رواحهم باللي راهم يعني في مكان امن بعيد على القطه تاعنا ميمي. وهنايا راني نوريكم في الغابه راهي مقابلتنا، وإحنا رانا جالسين تحت شجره في الظل تاعها، وداك البرود وداك النسيم تاع الهواء العليل راهو ما نحكي لكمش عليه. وانا راني نزومي لكم في النار، ما باليش كيفاش راني نزومي لكم فيها. وما ننساش يعني في هاد لا فيديو نشكر كامل المتتبعات تاوعي، وكامل اللي ابونت في لاشين تاعنا، واللي مازال ما ابونتش نذكرها باش تابوني ويعني تنتمي للاسره تاعنا الظريفه.
مهم شكرا لكم بزاف بزاف اللي دعمتوني وخليتوا لي هذيك اللايكات تاعكم. المهم هنايا ماما راهي تحط لنا في المستلزمات هذوك العيدان، هذوك غادي نديروا فيهم هذاك اللحم. يعني قبل ما جينا البلاد كنا سوينا كل شيء في الدار، قطعنا اللحم، غسلناه، درنا له يعني تبلناه كما يقولوا، درنا له الشرموله. جا مذاق تاعه ما تصوروش كيفاش، مع طاب فوق الجمار وطاب في خاطره في داك الهدوء في داك يعني ما تصوروش كيفاش جا المذاق تاعه، روعه روعه روعه. المهم البنات هنايا كنت وريتكم كيفاش عمرت ماما اللحم في العيدان تاع الشوا، والمنظر مقابلنا والنار مقدية، واحد المنظر ما يعني اللسان عجز باش يخبركم والله. المهم هذا النبق كانت عمرات اختي في القرع باش نجيبوه ونديروه تاني نغسلوه ونديروه في الكونجيلاتور باسكو هذا تاني تكونجلا. المهم هنا راني نصور لكم في المنظر الرائع، هادو يعني البيوت القدم بزاف واللي هي الغابات وكل واحد والارض تاعه ومجاورينا هكا. كان وحدين نعرفوهم، كان من كان اللي ما نعرفوهمش. هادي ما على باليش انا كرمه، كرمه، هادي كرمه قصيره بصح مع ذلك دارت لنا حبات بزاف. ربي يبارك وربي يحفظنا جدنا باسكو هو اللي دار هاد الخير كامل، وهو اللي غرس هادو الاشجار وتعب عليهم. وكم تشوفوا يعني حليت لكم هذيك الحبه، هذاك الحساب قايبان. وهنايا نرجع لكم عن هاد الوزات، ما اجمل المنظر تاعهم، راهم فرحانين سوتو كحل عليهم خالي الباب، كانوا يعني في الغرفه في المكان تاعهم. هناك حل عليهم الباب، واحد الفرحه حسوا بيها روحوا يجريوا. شوفوا متامنوش عقلكم، هذيك وزه، هذه البيضه وزه، وعندها على ما اظن 12 وزه صغيره هكا. شوفوا واحد المنظر ما نحكي لكم، شو هذيك الريحه اللي طلعت لنا تاع اللحم وهو هكا ينشوى على الجمر وكاع. اللهم بارك، اللهم زدنا خيرا على خير. وهنايا راهي ماما تقلب فيه، خطره تقلب هكا، وانا راني مقابلتها ونصور فيها هاد الشي كامل وهذا التعب كامل وهذا التصوير كامل على جال المتتبعات تاعي العزاز اللي يحبوا الفيديوهات تاعي ويحبوا الروتينات تاعي. وانا كما راكم تشوفوا راهو قرب اللحم تاعنا يوجد، ونوريكم يعني الفراش اللي فرشناه وهذاك المنظر الجميل. وكما راكم تشوفوا هنايا هذه الشجره اللي ظللنا تحتها، واحد البرود يجي عندها وهذاك الظل وكاع. هنا حطينا الفراش تاعنا. انا راني ساعه نرجع نقلب في بلاصه ماما كي تكون هكا بعيده، ولا نرجع نقلب في بلاصتها. وكما راكم تشوفوا المتتبعين تاعنا، يعني درت البوسيبل تاعي باش نشارككم هذا الروتين. المهم نتوما ما تبخلوش علينا بلايك، دائما راني نذكركم باسكو هذا كلشي على جانكم. والله قلت لماما، قلت لها لازم يعني لازم نشارك المتتبعين تاعنا الروتينات تاعنا هذا المنظر الجميل. وهنا كانت اختي هي اللي تولت هاد التصوير وروحت تجري باسكو علاش كان حل عليه خالي، وكان يعني متكاثف وخافت بزاف. اي روحت تجري باه توصل لواحد البلاصه فيها الدجاج فيها الحجل، كانت تحب تصور لكم وتشارك لكم هكا المنظر. هاي وينا هاد الغرفه، شوفوا واش انا دايرين فيها دجاج، حاطين لهم الماء الماكله دائما هكا يرجع خالي يقلب عليهم. ايوه هذه هي. نتمنى هذا الفيديو يكون خفيف ظريف على قلوبكم ويعجبكم. وهذا الصناديق كامل هادو تاع النحل، يجي الموسم تاع يعني قطع العسل، يجي خالي يقطع العسل وان شاء الله يستفاد منه. يخدموا به دواء، يديروا به اي حاجه يعني. باسكو الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بالتداوي بالعسل، لان العسل فيه فائده كبيره، فوائده عظمى وكثيره. هنايا مع هاد العلب دار فيهم خالي هاد العشبه، ما عرفتش علاش، على ما اظن النحل ياكل منها ولا حاجه كيما هكا. هاد البيت تاني قديمه بزاف بزاف كما راكم تشوفوا، خطره انا نصور خطره اختي تصور. المهم لقطه حاجه ما فاتتناش. وهنا اللحم تاعنا كان بدات الحموريه تبان عليه، وبدا هذيك القرمشه وداك المنظر داك اللون يبان عليها.
تبارك الله. حاجة كبيرة. وهنايا هذا هو العنب تاعنا اللي كنت وريته لكم في البداية تاع الفيديو. كان في أكياس محافظ عليه من أي هجوم تاع حشرات هكذا ولا. المهم هنا كنت غسلته بالماء تاع الباسان، كان فري بارد بزاف. متأمنش عقلكم سورتو كي غسلنا هذاك العنب بالمذاق تاعه تحس بيه كان في هكا في الفريجيدير ولا، وهو غير الماء تاع الباسان كان بارد. انا عجبني بزاف، قعدت شغل غير ساعه نروح نغسل يديا هكا نبرد يعني كرعيه نبرد وجهي. نتلقى هذاك الهبوب تاع الهواء هكا وكاع متأمنش عقلكم. المهم هنا كنت اغسل في الطوماطيس باش نقطعها وندير لها الملح، تاني نزين بها الطبق تاعنا. وكما راكم تشوفوا فيديو جا شباب بزاف. تأمنوا انا رغم اني شفت المقطع من قبل وشفت المقاطع كامل وفيريفيتهم كامل، ومع ذلك كاني مازال متحمسه لعده مقاطع راهم جايين، كيما هذه الطاوله تاعنا اولا الفرشه تاعنا اللي حطيناها تحت هذه الشجره. راكم تشوفوا الهواء اللي راه يهز في الشجره يدل على البرود، يدل على هكا منظر رائع جدا. المهم كملنا الفطور تاعنا وهزينا رواحنا وبدينا نكتشفوا في الاماكن الاخرى. هنا كان البسان تاعنا عمر قاعد يدفك شغل حسينا كيما الشلال هكا منظر شباب. مبغيش نفوت لكم هذا اللقطه، اي حاجه نشارك معكم، اي حاجه نوريها لكم. شوفوا كيفاش راه يدفق وبارد بزاف، تحسبوا والله غير شلال. المهم كملنا الفطور تاعنا وكل واحده عطاها ابي مهمه. انا يعني نساوي هذاك الفراش، نرفد المواعين اللي كملناهم وكامل، وابي روح هو ماما كش ما يقلعوا هكا كش فاكيه ولا، واختي والله ما على بالي واش كانت تدير. المهم هنا خطره نرجع نقلب على الطويرات تاوعي، خفت من ميمي في الدار ساعه شغل حسيت بخوف عليهم تاني. هنا ما على باليش كيفاش لفعه ولا عقرب ولا كش حاجه هكا. المهم رجعت نقلب عليهم وراهم في اتم السعاده، هم سعداء بزاف. وفرنا لهم الماء وفرنا لهم كلش، وداك الحشيش غير حداهم ساعه ياكلوا منه. بصح خفت عليهم بزاف هكا ينضروا ولا. اللي تعرف على هذا الطيور تاع الكناري تقول لي اذا الحشيش هكا يضرهم ولا كش حاجه كتبوا لي في الكومونتير. فيديني انت ثاني اختي العزيزه وانا فيدك بالشي اللي تحبي انتيا. المهم انا كانت المهمه تاعي نغسل المواعين، لحقوني حتى برا في العروبيه لحقوني المواعين. المهم هنا شللت بصح ما كنتش رافده معايا هكا كما نقولوا ايزيس ولا محكه ولا، بصح معليش شللتهم هكا غير بالماء تاع الباسان وفوت الحيه وهربت. كما راكم تشوفوا ديت التليفون وهرب. وهنا كنت رحت نحوس على شجره تاع السيدر باه نلمد النبق، وتاني نزيد كميه اخرى باش نديرو هكا في الكونجيلاتور. وهنايا ماما كانت قالت لي وريهم الشجره تاع الجوافه. اللي ما تعرفش الشجره تاع الجوافه هذه هي، ولكن ما راهش دايره الثمره تاعها. رحت الباسان كش ما نغسل يديا كش ما نتبرد هكا. كنت خطره نعور هاد المنطقه، شغل هاد المنطقه هي الوحيده اللي عجبتني بزاف باسكو هذاك الماء نلعب به هكا وكاع نغسل يديا نتبرد. وهنا هاد النقله كان دارها خالي في المشتاله تاعه كان يبيع، بصح من بعد شغل هذيك البلاصه ما بغى يبدل، جابهم هنايا للبلاد عن جدي بلا ما هكا شرا محل هكا ان شاء الله ربي يعاونه ويرجع فيها هذوك النقلات وكاع. المهم خالي المشروع تاعه الوحيد هو بيع الشتلات وبيع الاشجار وكاع. يحب هادو الصوالح تاع الاشجار نباتات ثاني كيفه كيما ماما يحب هادو الصوالح تاع الطبيعه وكاع، كل واحد وكيفاش. هنايا هاد الغابه كنت باين نهود لها وخفت كون نهوش مع ماما ولا اختي هكا نخاف نصور لكم غير من البعيد ونهدر. المهم متتبعات تاعي العزاز، نتمنى ما نكونش هدرت لكم بزاف وما نكونش ديرونجيتكم بالهضره تاعي، بس انا نبغي نحكي نبغي نفسر نبغي هكا ندقق في الموضوع. خليكم مع لا فيديو حاجه نهضر لكم عليها، واذا كانت حاجه عاديه يعني خليكم انشوده تستمتعوا بالمنظر. هنا كنا قبل ما نروح هنا كنا كملنا مع الماكله تاعنا وخلينا هاد الروسه اللي هنايا خفيفه ماشي بزاف. المهم خلت لي ماما هذاك المواعين قالت لي كملي وغسليهم. انا كنت مقابله هذه الشجره ومقابله المناطق الاخرى سمحت في المواعين كامل، بس من بعد ديتهم وغسلتهم على الباسان وتبردت بالماء تاني.
وهنايا كنا وريناكم الكرموس، كان اللي يقوله البخسيس، كل وحده وكيفاش. المهم جمعناه من واحد الشجره كانت بعيده بزاف. كي جينا جايين كاع في البديه شغل فوتنا على هذوك الاشجار وكاع، ايوا شفناهم بعد كي كملنا الفطور وكملنا غسل المواعن وكاع. طلعت انا واختي وابي وجمعنا هادو الكرموسات، درناهم في الكلاسيير، درنا العنب تاني في الكلاسيير، غسلناهم مليح من عند الباسان بالماء بارد وحطيناهم في الكلاسيير وجمعناهم كامل. ايوا هنا راني نوريكم في الحبات كيفاش راهم كبار، كيفاش راهم طايبين حمرين، ما حتى المذاق تاعهم حلو بزاف بزاف بزاف. وهنايا كنت نستمتع بهذاك الحشيش وكاع، وتعاونت انا وماما ونحينا هاد العشبه. على بالكم والله ما على بالي وشنو هاد العشبه، ما من المهم عشبه فيها فايده، حاجه اللي تقلعها ماما نعرف باللي فيها فايده، خاطش ماما ما تقلعش حاجه غير هكا. سوتو تكون قاريه عليها من قبل وعارفه الفوائد العظمى تاعها، عارفه باللي فيها فوائد كبيره، ايا تنزحها وتخبيها لنا وقت الحاجه هكا وتطيبها لنا، اولا تستخدمها كعلاج لاي نوع من الامراض. المهم هنا نتمنى بزاف بزاف تكونوا استمتعتوا مع لا فيديو، سمحونا بزاف على الكاليتي وعذرونا بزاف، ولكن وعد ان شاء الله بعد ما نوصل 1000 مشترك وتطلع للقناة راح نوعدكم باللي راح نشري وسائل التصوير وتكون الكاليتي تاع الفيديو شابة باه حتى المتتبعين تاعنا يشوفوا المنظر الرائع. سوا تأمنوا والله التليفون ما راح عاطي المنظر تاع الطبيعة حقها، كانت واحدة النظرة شابة بزاف. هنايا هذا هو الكرموس تاعنا، كنا بين غسلوه ونديروه في الكلاسير تاني. كنا خطرة يجيب واحد فينا هكا ساشية فيها الكرموس، خطرة يجيب واحد فينا هكا ساشية فيها العنب فيها اي حاجة، يعني كنا ندورو ونجمعوا في الفواكه. واحد اللقطات يعني سمحوا لي ما صورت لكمش كيفاش كنت نجمع الفواكه، ولكن معليش كنت في يعني في حالة شوية صعيبة، مع كنت في الشجرة هكا وكاع، يعني كان الحالة تاع باش نصور لكم كانت صعيبة عليا شوية. المهم اللي قدرت عليه صورته لكم. وهنايا شوفوا واش لقينا، بلاصه عامره بالنبك. لغات لي اختي قالت لي روحي تشوفي هاد البلاصه كيفاش راهي دايره، لقيناها مسرجيه ما لباش انا قاعده تطيح وتتراكم تماك، مفرشه بزاف بالنبك هكا. وقعدنا نجمعوا فيهم حتى عمرنا هذوك القرع اللي وريتهم لكم، وتبعوا على فيديو. بارك الله نعمرنا. شوفوا ديك بلاصه خويناها، وي كنت داخله هنا. هذه القرعه بنعمرها الورق السدر ونوريها لكم.
شوف ما شاء الله كاينه هادي وكاينه هادي لمن هي كاين بزاف. وهنايا رانا نقلعو في التين الشوكي. بصح ما لقيتش بزاف، لقيت غير حبات قلال هكا، ومع ذلك قلعناهم وبردناهم مليح مليح وكليناهم حلوين بزاف. كانوا طايبين، كانوا وحدين ماشي طايبين وحدين طايبين. هنايا درت هذوك الاوراق تاع التين تاع الكرموس، ولا كيما كانوا يقولوا وحدين بخسيس، وقعدت نقلع باش الشوك هذاك ما يضرنيش. كما راكم تشوفوا عمرنا هاد القرعه بورقه السدر. اللي حابه تعرف واش غادي نديروا بورق السدر وورق الكاليتوس، نخدموا به وصفه طبيعيه وفعاله جدا للشعر. طول الشعر وتزيد من الرطوبه تاعه، تعرفوا تخلي الشعر هايل بزاف. اللي حابه هاد الوصفات كتبنا في الكومونتير ونشاركوا معها وما نبخلوش عليها ان شاء الله. هنايا جيت عند الباسان، ما نبانيش واش كنت حابه ندير. المهم المنظر تاعه رائع جدا مع هذاك البرود وكاع، مع الحشيه هكا كاع، مع الحشيه مع الربعه وهذوك الجوايه من تما. طلقوا لنا الماء شغل الخطره الاولى جا حامي بسبب التيويات كانت ضاربه فيهم اشعه الشمس، كانوا حاميين بزاف. ومن بعدها بشوي بشوي قد يدفى حتى ولا بارد بارد كلاصو. المهم شوفوا خوتي، انا هاد البلاصه قلت لكم ما نروحش منها من حيت جيت. الناس كامل خوتي كامل روحوا لبلايص اخرين، روحوا الاشجار تاع الفاكهه وكاع. انا رايحه موليه هاد الماء ونتبرد هكا وكاع، ما نبانش واش عجبني فيه. المهم كما راكم تشوفوا الكاليتي والو زيرو. هذا ما جمعت متين كما قلت لكم حبه قليله. وهنا كانت دارت ماما طاوه فيها الماء باش نطيبوا الاتاي. يا خوتي هذاك الاتاي كيفاش جا روعه روعه، ما تامنوش عقلكم مع الكوتاج، ما تامنوا خبيناه حتى دينا للدار وحميته وشربت وقعدت فيه خاطري. المهم هذيك الدرجه انا جمعتها باش نديرها تاني وصفه للشعر. اليوم كيما راني مونطاجي لكم راني دايرتها وراني نحكي لكم هكا وكاع. شغل سيتها من قبل وخرجت يعني كانت فعاله جدا. وانا نحب نشارك معكم الحاجه اللي يعني اللي نجحت معايا. واذا بغيتوا تاني هاد الوصفه ما نبخلش عليكم وراح نكتب لكم وراح نديرها لكم ان شاء الله، ننزلها لكم في اقرب وقت. هنا كانت ماما طيبت لاتاي ودارته في البراد، وهذاك الصوت تاعه والمنظر تاعه كي كان يتكتك ما تامنوش عقلكم. شوفوا الريح كيفاش راهي تهز في الشجره. يعني ما نحكي لكمش هذاك المنظر وهذاك البرود وكاع. هنايا اختي كانت دارت الماء في هاد البلاره كان فيها النعناع، غسلاته مليح مليح. هذه ماما ماشي اختي، هذه ماما غسلت النعناع مليح مليح ودارته هنا في البراد تاع الاتاي. داك المذاق والله ما تصوروا عقلكم حد الان مازال في خاطري، ومازال داك الكو تاعه مازال حاصيته على الجمر ما متامنوش عقلكم. هنا كنت نرشن في الارض باه كي نفرشوا هذاك التراب ما يلصقناش ولا داك. المهم قعدنا ننظفوا في الارضيه بهاد الاغصان تاع الاعشاب اليابسه باه نفرشوا نتقهووا في خاطرنا والغبره باش ما تاني ما تطلعناش وكاع. المهم التنظيف فيها البلاصه اللي نفرشوا فيها لازم ننظفوها وكاع باش هكا نحسوا بالراحه، نحسوا هكا بجو مكتمل وكاع. المهم كما راكم تشوفوا هنايا بدينا نفرشوا في القهوه تاع الحشيه مع هذاك الجو كاع. المهم كما راكم تشوفوا في لا فيديو حاطين الكاطو الكيسان دائما المواعن نشلوهم عند هذاك البلاصه تاع الباسان، وهذا الكونفيتور تاع الكرموس ولا البخسيس كما تقولوا نتوما. وهنا راهي توري فيكم اختي في الكاطو مع هذاك البرود وكاع. وشوفوا المنظر تاع الاتاي كيفاش راهو يتكتك فوق الجمر، البنه تاعو ما تصوروهاش كامل. وهاد لا فوطو تاع الكاس تاع الاتاي مع المنظر تاع الغابه. وشوفوا واش دارت ماما بالدرجه اللي جمعتها، حطت فوقها الكيسان وكاع. وهادو هما لي فوطو. اما بالنسبه لهذه التربه تستخدم يعني هي سماد عضوي كما يقال فضلات البقر الاغنام الى اخره، نستخدمها في التربه باه تعاون النبته على النمو بطريقه سليمه وجيده وسريعه. المهم ما تنساوناش باللايك وتابونيو في لاشين وتبارطاجوا الفيديو وتخلونا كومنتير كما تحبوا نتوما. وهذه هي سواء كان دعاء سواء كان اي استفسار ولا سؤال. المهم ما تنسوش تدعمونا وتطلعوا لنا القناه. اذا عجبكم هذا النوع من الروتينات تاع الباديه كتبونا في الكومنتات باه نحاولوا ثاني نديروا لكم فيديوهات اخرين ونطلقوا لكم فيديوهات خاصين بالباديه ونخليكم تستمتعوا بالمناظر الطبيعيه.